طبق الكشري ببريزه والكماله بشلن، ولو ما معكش هياكلوك. العربيه دي طلعت مهندسين ودكاتره وناس بتشتغل وبتكسب وبتفكر، وقدرت تطور وتكبر. السلطان ابراهيم في شارع الترعه، كان في زمان ترعه وعشان كده سموه شارع الترعه. يعني تقريبا كانت الناس عشان تعدي على الصف الثاني لازم تمشي على سقاله. هو قرر يفتح العربيه دي، كان المكان ده كله فاضي، كانت هي دي العربيه الوحيده اللي موجوده. اشتغل وقدر يكبر، وكان بيبيع الطبق بشيلن وببريزه وبربع جنيه لغايه ما وصل للسعر اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. السلطان ابراهيم عنده ولاد فكرت ازاي تكبر وتعمل محل، وده حصل بعد وقت كبير قوي من العربيه. العربيه دي ليها ذكريات مع اهالي شبرا كتير، اللي كان بيعدي من المدرسه واللي كان بيروح جراج الترعه، جراج النقل العام، وكانوا سواقين وناس بتيجي تاكل من العربيه دي. العربيه دي صاحبه ذكريات في كل الناس اللي عاشت في شبرا، وبالتحديد في شارع الترعه. تعالوا نشوف شكل العربيه الضعيفه الفقيره الطيبه الغلبانه اللي لغايه دلوقتي ما تخلصوش منها، وتعالوا نشوف الصرح اللي قدر يعمله من العربيه دي مع اولاده واحفاده. يلا بينا.